كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. العيد داخل وهنعمل اكلات كتيرة جدا باللحمة. اول اكلة هنعملها باللحمة بامية مطبوخة ورز بشعرية. كملي معايا الفيديو لو عايز تعرف طريقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اول حاجة نبدأ ان احنا نسلق اللحمة او الفراخ على حسب اللي موجود، بس احنا في العيد يعني فاكيد في لحمة. وبعد كده نحط معاها حبهان ورق لورا وبصلايه، ونسيبها بقى. اول ما تغلي على طول نقوم موطين النار ومغطينها بقى وسايبينها تعيش حياتها. نيجي بقى نعمل الباميه. هنعملها ازاي؟ زيت وعليه سمنه بلدي او ليا او زبده براحتك على حسب ما انتوا بتتقبلوا الاكل ازاي وانتوا متعودين عليه ازاي. ابدا بقى انزل بالبصل وافضل طبعا اقلب فيه لحد ما يدبل ويبقى خلاص داخل على التحمير. اول ما الاقيه بقى وصل للمرحله بتاعه التحمير دي اللي هو يعني هيتحمر، لسه ما اتحمرش، هو خلاص هيتحمر، اديله معلقه توم وافضل اقلب فيها كويس جدا لحد ما اشم ريحتها قويه. انا مش عايزاها تتحمر ولا تتحرق مني. انا احط معلقه التوم وافضل اقلب بالظبط هي دقيقه. وبعد كده بقى التركايه هنا ان انا انزل بمعلقه كزبره ناشفه وافضل اقلب فيها. واول ما اشم ريحه الكزبره اهي انا هنا حطيتها خلاص اهو. اول ما اشم ريحه الكزبره ابدا انزل بالطماطم على طول اللي احنا مخزنينها سوا. عايزه اقول لكم بصوا، انا هنا نزلت بالطماطم ما خدتش وقت على النار وكانت متسبكه. انا قبل ما اعمل اي حاجه بص هي اتسبكت، هي اصلا مش محتاجه، شايفين؟ اتسبكت، الموضوع انتهى. ابدا بقى ان انا انزل بشويه من الشوربه بتاعتي، اخفف بس الطماطم كده علشان الخضار يعرف يستوي فيها براحته، بس ما خففهاش كتير. اسيبها لحد ما تتسبك كده وتاخد لها غلوتين. هي اتسبكت خلاص، تاخد لها غلوتين وانزل عليها بالباميه اللي انا مقمعاها. الباميه دي مش مجمده، انا اللي عاملاها بس انا كنت حاطاها في التلاجة. وبعد كده تاخد غلوه صغيره وانزل عليها بقى بقطع اللحمه تكون سمينه، بتدي طعم جامد جدا للاكل بجد، بتدي طعم جميل. وهنا بقى اديتها معلقتين شوربه مكان الغلوه كده عشان قلت شويه. وهحيقها بقى بملح وفلفل اسود وكزبره وبس كده. اول ما تستوي على طول بألف هنا. نيجي بقى نعمل الرز ابو شعريه. بنبقى نقعين طبعا الرز فتره كبيره زي ما اتفقنا قبل كده. وبعد كده احط معلقه زيت في الحله وانزل بالشعريه وافضل اقلب فيها لحد ما تتحمر وتبقى ذهبيه كده ولونها جميل. اوعي بس تغمقي منك عشان ما تتحرقش، ما تبقاش حلوه. ونراعي ان احنا لما نعمل رز ابو شعريه يا ريت كميه الشعريه تكون اكتر من كميه الرز، ده بيفرق معايا جدا في الطعم. انزل بقى بالرز بتاعي المتصفي كويس جدا ومنقوع من قبلها وافضل اقلب فيه واحيقها بملح وفلفل اسود فقط. الرز يتحيق ملح وفلفل اسود بس. وبعد كده ابدا اول ما الرز ينشف خلاص على النار، نشف تماما، اديله بقى ميه مغليه، اطشه بميه مغليه. وراعي اني ما نزودش الميه فيها علشان هو منقوع فما بياخدش وقت معايا على النار وبيستوي بسرعه جدا. اول ما يتشرب اوطي واقفل الغطا. هنا ما شاء الله كان استوى. بصوا الرزايه كده برزايتها وواحده بوحدتها، الدنيا كانت جميله بصراحه. ابدا بقى ان انا اغرف بقى الاكل كده واوريكم الجمال عامل ازاي. بجد ما شاء الله روعه حاجه كده يعني. كل سنه وانتم طيبين بجد وبالف هنا وشفا على اللي هيعمل الحاجه. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. ولو عايزين اي حاجه اطلبوها مني في الكومنتات، انا مستنيه رايكم، مستنيه ارائكم، ومستنيه تعليقاتكم كمان. ما تنسوش بقى تعملوا لي اعجاب ومتابعه على الصفحه علشان يوصلكم كل الفيديوهات بتاعتي. وعيد سعيد عليكم وربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله وبالف هنا والشفا. سلام عليكم.